دلوقتي انا نازل العربية اهو، مشوار نيويورك ان شاء الله. طبعا انا بقالي كتير ما سافرتش، يومين 3 بره، فعلى الاساس ده اي حاجة لقيتها قدامي جبتها. 3 شنط، اي حاجة قدامي حرفيا جبتها معايا. انا نازل واكتر حاجة خايف منها اني ابقى نسيت حاجة. الرحلات دي تروح تلاقي نفسك نسيت باور بانك، تلاقي نفسك نسيت، ربنا يستر ومبقاش نسيت حاجة. لسه حاطين الحاجة في العربية اهو زي ما انتوا شايفين، سناكس، مية، كل الكلام ده. وان شاء الله هنطلع نجيب شويه سناكس كمان وشويه درينكس كمان ونتحرك باذن الله. هي من 4 ل5 ساعات الطريق. دلوقتي انا في انتظار صديقي مازن رايح بيجيب الدرينكس والسناكس والكلام ده كله. انا قلت انتهز الفرصه واكلمكم شويه تفاصيل. ايه اساسا الرحله دي جت ازاي؟ الاول الرحله جت امبارح، يعني القرار اخذ امبارح والتحضير امبارح والبلان كلها اتعملت امبارح. خلصت امتحانات امبارح، وانا ومازن على الاساس ده قررنا ان شاء الله نطلع الرحله لنيويورك، نشوف الدنيا بتقول ايه هناك. هتبقى اول مره نروح نيويورك ونطول فيها. انا رحت مره واحده بس، مازن ما راحش قبل كده. رحت مره واحده بس كانت مسافه السكه رايح جاي وبعد كده رجعنا تاني. فهنروح نستكشف اماكن كتير هناك. طبعا اول مره دي هتبقى حاجه جميله جدا نستكشف، وان شاء الله نشوف حاجات حلوه سوا كلنا باذن الله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا احنا وصلنا المطعم. هو مطعم في حتة عشوائية جدا، بس احنا علشان مطعم حلال ومشهور فاحنا نشوف المطعم ده. هحاول اوريكم في العشوائيات اللي موجودة حوالين المطعم ده as we go ان شاء الله. انا لسه طالع اهو من المطعم. فرايد تشيكن حلال. طبعا اتعلمت النهارده درس مهم جدا، اللي هو اي حاجة ترندي شايفها ترندي والناس بيقولوا عليها حلوة مش معناها انها حلوة. رحت كان يعني ما عجبنيش تماما تماما تماما. فاحنا دلوقتي طالعين بندور على مكان نروح ناكل فيه تاني علشان ده ما عجبناش خالص. بنلف في فيلادلفيا، هوريكم اماكن. المكان اللي احنا فيه عشوائي جدا، عشوائي جدا جدا جدا. طبعا زي امريكا، في حاجات هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو قريب. امريكا طبقات، فدي الطبقه اللي هي اللي تحت خالص، اللو انكم خالص. المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي في الطريق لنيويورك، بس احنا في فيلادلفيا دلوقتي. ده فيلادلفيا ميوزيوم اوف ارت. طيب يا شباب، احنا في فيلادلفيا اهو، في مكان اسمه ريتن هاوس، RITTN هاوس. المفروض ان ده منطقة من المناطق القديمة جدا هنا، يعني من اقدم المناطق اللي موجودة هنا. او برضو يعني فيلادلفيا وبنسلفانيا من الستيتس القديمة اللي موجودة في امريكا. فهنشوفها اهو. مكان شكله لذيذ. الدنيا طبعا بتمطر شوية، فالدنيا فاضية هنا، فهنشوف. طبعا حاجة نلاحظها على كل الأماكن السيتيز اللي موجودة في أمريكا، المباني الطويلة بقى. المباني الطويلة، السكاي سكريبرز موجودين كتير جدا 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 هنا في كل مكان. فهتلاقيها في كل مكان حرفيا. يعني إن شاء الله لما نروح نيويورك هوريها لكم كمان هناك. بس بيبقى في بقى المناطق الخضراء اللي في وسط المناطق الكبيرة دي، بحيث إن الناس اللي ساكنين في العمارات يجوا يقعدوا بقى في المناطق الخضراء دي ويغيروا جو. طيب احنا كده وصلنا فيلادلفيا سيتي هول. هتقول لي ايه المكان ده؟ هقول لك والله مش عارف، بس هو مكان يعني سياحي مهم في فيلادلفيا، فاحنا قلنا نعدي نشوفه. عشان كده نبقى شفنا كل حاجة قبل ما ننقل نروح نيويورك ان شاء الله.
ده طبعا الكاميرا دي موجودة في ايرلندا، يعني الناس اللي موجودين جوه السكرين دي في ايرلندا، وهم شايفيننا من هنا، يعني في كونفرسيشن كاملة ممكن تحصل ما بيننا وما بينهم، هم شايفيننا واحنا شايفينهم. طبعا ده فيلادلفيا سكوير، يعني اكبر ميدان موجود في فيلادلفيا، لسه منتهين منه 2024، يعني لسه جديد، لسه مجددين فيه. طبعا بتلاقي الحاجات دي مليانه جدا 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 في ايام الكريسماس وايام الحاجات دي وراس السنه، والحاجات دي بيبقوا مليانين هنا فاير ووركس وحاجات من دي. هو ده المكان، اشهر مكان هنا في فيلادلفيا. احنا لسه طالعين من فيلادلفيا دلوقتي، لفينا 3 4 اماكن اللي موجودين، وطالعين رايحين نيويورك، سكه 97 مايل، بس هتاخد ساعتين وربع، ساعتين وربع ونوصل ان شاء الله على الاوتيل، نقعد هناك وبعد كده نشوف نعمل ايه بقى من هناك. وصلنا المكان، المفروض انه غير اللي كنا متوقعينه تماما، عشان كده يعني مش كل حاجة بتبقى على السوشيال ميديا، على الميديا وعلى النت بتبقى صح. مكان مختلف تماما، سيء جدا. استنى افرجكم كمان من بره عامل ازاي. اخس عليك يا ببلاوي، في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ طبعا الدنيا زي ما انتم شايفين كده بتشتي ومغيمة بس بالشكل ده، بس في نفس الوقت الفندق زي ما انتوا شفتوا مش فندق، ده أوضة، بس بيسموها هوستلز، وهكلمكم أكتر يعني ايه هوستلز والمين الهوستلز. ف وكان سيء جدا، فمش مش عايزين نقعد فيه، فقررنا ننزل حتى في الشتاء مش مشكلة، نلف ونشوف الدنيا بتقول ايه. فاحنا في اتجاهنا للمترو، وهنروح للإمباير ستيت بيلدينج، أعلى برج في نيويورك إن شاء الله. هو ده السبواي، طبعا دخلته كده تحس ان انت داخل مكان يخوف، مكان غريب جدا ويخوف، مش نظيف نهائي. بس ده يعني بيستخدموه في نيويورك في كل حتة، في كل حاجة، ما عندهمش عربيات هنا في نيويورك، بيستخدموا السبواي بقى، واللي هي عجل وموتوسيكلات وسكوترز والكلام ده كله عشان يروحوا اي حتة. طيب احنا طلعنا من المترو، رحنا تايم سكوير. تايم سكوير ورايا، ده تايم سكوير، لسه هنخش جوه. بس يعني المكان اللي كنا فيه، والاتنين منهاتن، وهنا عشان هنا السيتي، هنا المكان المشهور، المكان تلاقيه منور ولذيذ. المكان اللي كنا فيه مظلم، الدنيا تحس انها كئيبة، يعني حتى الناس اللي فيه يعني وشوشهم تزعلك والله، اللي هو تزعل عليهم. طبعا الفايبس هنا، طبعا المصريين هنا كتير جدا، العرب اكتر. بس انا المكان عشان بيبقى مزحوم ومليان سياح ومليان ناس من كل حته، بيبقى على الرغم من ان هم كتير بس بيبقى صعب ان انت تشوفهم. يعني ممكن انا لو اتكلمت عربي بصوت عالي اقابل اكتر من مصري ان شاء الله هنا، لو قابلت هقول لكم ان شاء الله. بس هو الفايبس هنا زي ما انتم شايفين، شاشات اعلانات كتير منوره، عشان الدنيا بتشتي دلوقتي، بيبقى فيه دايما performances، ناس بتيجي بتعمل حركات، بتتشقلب، بتعمل استعراضات. بس الدنيا دلوقتي عشان هي زحمة ستيل زي ما انتم شايفين، بس الاستعراضات قليلة شوية لأن العدد مش كبير. بس هو بيبقى الإعلانات نظام بقى الإعلانات وكده، وبيحصل بقى حاجات كتير هنا دايما، البوليس هنا بيبقى دايما عشان خاطر لو حصل أي مشاكل. زي ما انتم شايفين كده، هو ده تايم سكوير، تقريبا أشهر ميدان في العالم يعني. طيب احنا بناء على واقع الأمر المرير لبسنا الأكياس دي، وهنطلع تور، عاملين الباصات شبه الباصات اللي بتبقى في اسكندرية كده، اللي هي الدورين، هتلف حوالين كل منهاتن سيتي هتطلعنا، بروكلين سيتي كمان هطلعنا حوالين ستاتيو اوف ليبرتي، طلعنا حوالين الامباير تاور، الكلام ده كله. فاحنا ده كله هنشوفه في السكة. احنا دلوقتي لسه ما اتحركناش من تايم سكوير، بعد كده هنتحرك من هناك بإذن الله.
طبعًا لسه راجعين زي ما أنتم شايفين اتبهدلنا، وبعد كده عايزين طبعًا كنا عايزين ندخل الحمام ضروري، فهنا علشان أنت في نيويورك هنا أو عايز تخش أي مكان لازم تشتري، لازم تبقى customer عشان تستعمل الحمام عندهم، فبناءً عليه كان المكان الوحيد اللي جنبنا ماكدونالدز، وماكدونالدز مقاطعة طبعًا، فإحنا ما ينفعش ناكل من ماكدونالدز، نشتري من ماكدونالدز، فاحترنا نعمل إيه، فاشترينا ده، زي ما أنتم شايفين اشترينا كاتشب، في عندهم جهاز كده help yourself ساعد نفسك، اشتري كاتشب $0 ورينا لهم رقم الأوردر خلونا نخش الحمام، الهاك بتاع الترip دي. الساعة دلوقتي 10 الصبح زي ما أنتم شايفين الدنيا برضه مغيمة، مش مضلمة، مش بتشتي، بس مغيمة. لسه صاحيين حرفيًا، يعني أنا قُلت هنصحى الساعة 07:00 بس صحينا الساعة 07:00 تعبانين جدًا، جدًا، إحنا نمنا امبارح الساعة 3:30 4:00 كنا تعبانين جدًا، فقررنا إن إحنا ننام شوية كمان، فلسه حرفيًا صاحيين أهو، فهنشوف هنطلع على statue of liberty اللي إحنا بقى لنا كتير عايزين نطلع له، وبعد كده نشوف هنعمل إيه بإذن الله. الcity هناك أهي، هنا بقى طلعنا برّه السرعة الstereotype والحاجات اللي إحنا فاكرينها عن نيويورك، هنا بقى دخلت مع الناس العادية، الناس اللي هي بتيجي ممكن تكون شغلها في الcity، ممكن تكون بتنزل الcity كل مرة، كل يوم تشتغل، بس دي بقى الحياة الهادية الطبيعية البسيطة هنا. في الطريق لstatue of liberty تمثال الحرية، ده الطريق. I can't wait. طبعًا أنا معرفش انتوا شايفينه والّا لأ، بس هو الstatue of liberty أهو، تمثال الحرية أهو، ودي المركب اللي إحنا هنطلع عليها عشان نروح لتمثال الحرية. غياب السنين عمري ما يبعدني عنه. طبعًا دي هنا نيو جيرسي أقرب ولاية من نيويورك، مليانة عرب ومسلمين كتير، هو المطعم زي ما قُلت لكم هو مطعم فلسطيني اسمه الباشا، جايين أهو ناكل قُلنا نشوف أماكن عرب موجودة هنا، ونشوف إيه الدنيا هنا، مكان لذيذ يعني، طبعًا البيوت زي ما أنتم شُفتوا عمارات وحاجات، هنا الدنيا أهدى كتير، لإننا بعيد عن الcity شوية، في برضه نيو جيرسي city بس يعني إحنا بعيد عن الcity شوية. طبعًا حاجة نعرفها عن العرب في كل حتة، واكتشفت إن هي مش عرب بس، اكتشفت إن هي موجودة برضه في مسلمين في أفغانستان والحتت دي، إن مواعيدهم ضربة، يعني هو قال لي 10 دقايق، إحنا بقى لنا بتاع ربع ساعة، تِلت ساعة قاعدين مستنيين أهو، ولسه في ناس كتير يعني احتمال يطوّل الموضوع ربع ساعة كمان أو نُص ساعة الله أعلم، هاقول لكم يعني، بس شكلها مطوّلة، ف10 دقايق دي مش بتاعة المصريين بس، مش بتاعة المصريين بس. فالدنيا زحمة زي ما أنتم شايفين كده، ناس كتيرة جدًا، والميزة هنا يعني اللي لاحظتها إن الناس مش من فلسطينيين أو عرب بس، الناس أمريكان كتير وناس من كل الجنسيات كتير. الwaiter اللي كان بيساعدنا كان مصري، يعني هو راجل سُكّرة يعني الله يكرمه. فإحنا مستنيين دلوقتي الأكل ييجي، طلبنا مشويات لشخصين، وطلبنا تبولة، وطلبنا بطاطس، نشوف الدنيا بتقول إيه، نشوف هيعجبنا نزوّد والّا هيبقى حاجة عادية. جايبين عيش سُخن، طعمه حلو جدًا بصراحة، طعمه لذيذ، لسه طالع من الفرن وجايبينه، تقريبًا بيشبعونا قبل ما نبدأ، عشان خاطر نحس إن إحنا شبعنا يعني من الأكل. الجوع بيعمل مصايب يا جدعان، إحنا بقينا بنحط البطاطس جوه العيش عشان مستنيين الأكل الرئيسي. ده التبولة نزلت، سلطة، بطاطس، طبعًا بيشبعونا قبل ما نبدأ، لسه فاضل الطبق الرئيسي. 2000 years later. Nice. طبعًا زي ما امبارح بدأنا اليوم إن إحنا رُحنا عدّينا على بانيرا نجيب قهوة،
دلوقتي بننهي اليوم ان احنا بنعدي على بانيرا قبل ما نطلع على الطريق نجيب صودا بعد ما اللي اكلناه ده، وهنطلع على الطريق ان شاء الله الى فيرجينيا. كده احنا في نيو جيرسي، فاحنا رحنا نيويورك، نيو جيرسي، بعد كده احنا رايحين على فيرجينيا ان شاء الله بعد ما نجيب الصودا باذن الله. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفلوج. انا طبعا اللي بعد كده هنروح البيت ونفضي الحاجه وخلاص ونطلع ننام، فمفيش حاجه اكشن. يا رب تكونوا اتبسطتوا في الفلوج، وقولوا لي لو عايزين تشوفوا فلوجات زي دي تاني، يعني لو عايزين تشوفوا فلوجات زي دي في اماكن مختلفه، سواء في امريكا في اوروبا في حتت مختلفه، او فلوجات بشكل تاني، دي ان لايف او اي نوع من انواع الفلوجات دي، عرفوني وان شاء الله احاول ان انا اعمل حاجات بالشكل ده تاني ان شاء الله. مع السلامه، السلام عليكم.